الإخوان السلام عليكم. دائما ما يثار الجدل حول لافيزيت ديال العينين ملي كيطبع لك الطبيب، واش تديها للمندوبيه الجهويه للنقل يطبعوا فيها حتى هما، ولا تشدها ديرها في جيبك وتمشي تخدم. القانون اشنو كيقول؟ القانون الاخوان كيقول ان داك الملف الطبي اللي كيكونوا فيه 3 ديال الطروفه، كل طرف كدير فيه تصويره وكتعمرو بوحدو، وكدير المقاطعه كتقاليزي على اساس ان دوك المعلومات اللي فيه راهم معلومات صحيحه، وانك ما كاتبش فيهم، ما كتكذبش في دوك المعلومات، السميه، الكنيه، البيرميات اللي عندك، الاصناف، كل شيء داكشي. فاش كتقاليزيها في المقاطعه فهنا كتاكد ان داكشي راه رسمي. كتمشي للطبيب اللي كيكون معتمد يعني كيكون معتمد من طرف وزاره الصحه، وكاين اتفاق بين وزارة الصحة ووزارة النقل على أساس هاد الأطباء اللي غادي يكونوا معتمدين، إذن ماشي من ولا كيدير لا فيزيت. فملي كتمشي لهاد الطبيب وكيطبع لك، فالقانون يلزمه أنه واحد الطرف غيعطيه لك هو اللي كدير عندك وكيبقى كتوريه للأعوان في الطريق، واحد الطرف كيصيفطو للمندوبية الجهوية التابعة لوزارة النقل واللوجيستيك، هو كيديه. القانون يلزمه أنه يديه داخل 10 أيام. الطبيب كيدي داك الملف ديالك اللي كطريف واحد منهم، كيديه الوزارة المندوبية وكيعطيوه وصل بالاستلام اللي كيعطيهم دوك لافيزيتات ديال دوك السائقين اللي دوزو عنده، راه كيعطيوه واحد الورقه اللي شدو منه، وواحد الطرف كيبقى عنده هو في الارشيف، وكيصور الطرف منهم كيصيفطوا للمندوب الجهوي ديال الصحه ديال ديك المدينه اللي دوزتي فيها لافيزيت. هادشي منين جبتوه الاخوان؟ جبتو من واحد القرار مشترك. هاهو يعني باش كنقول لكم هادشي راه قانوني، قرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزيرة الصحة، الرقم ديالو 2653.11 أو 2653.11، صادر في 16 سبتمبر 2011. يعني راه قرار قديم. اشنو كيقول هاد القرار؟ في المادة 5: يتعين على الطبيب المعتمد عند نهاية الفحص الطبي القيام بما يلي: تعبئة الأجزاء الثلاثة من الشهادة الطبية المشار إليها في المادة 2 من هذا القرار، يعني التعبئة غادي يعمرهم ويطبع لك ويريق الشغل ديالو. تسليم الجزء رقم 3 من الشهادة الطبية فورا إلى المعني بالأمر، كيعطيك أنت اللي دوزتي فورا في البلاصة، كيعطيها لك وحدة، كيعطيها لك أنت. إرسال الجزء رقم 2 رقم 3 كيعطيه لك أنت، ورقم 2 إرسال الجزء رقم 2 من الشهادة المذكورة إلى المصلحة التابعة لوزارة التجهيز والنقل المكلفة بتسليم رخصة السياقة مقابل وصل الاستلام، وذلك داخل أجل 10 أيام. إذن كيسالي معاك أنت خصو يجمعك ديال كاع الإخوان السائقين اللي دوزو عنده، فكيجمع داكشي. وهذا القرار يلزمه أنه يدي دوك الأجزاء المندوبية التابعة لوزارة التجهيز والنقل أو النقل واللوجيستيك دابا، ويشد منهم وصل بالاستلام باللي راه عطاهم دوك سميتو، باش كيضمن حتى هو أنه راه خدام ودار شغلو. وكذلك الاحتفاظ بالجزء رقم 1 في الملف الطبي، كيشد عنده واحد هو الثالث، كي قلنا دابا رقم 3 كيعطيه المعني بالأمر، رقم 2 كيصيفطو للمندوبية التابعة لوزارة النقل واللوجيستيك، ورقم 1 كيحتفظ به عنده هو في الارشيف. وفي الاخر ارسال نسخة من الملف الطبي للمعني بالامر الى المدير الجهوي للصحة لمكان تسليم الشهادة الطبية داخل اجل 30 يوما. فهاد الطبيب كيدير واحد فوتوكوبي لواحد الجزء من دوك الاجزاء، اما 1 ولا 2 ولا 3، وكيصيفطو للمدير الجهوي ديال الصحة. وهذا القرار هذا كيعطي انه ما يفوتش 30 يوم، داخل اجل 30 يوم خصو يسلم هاد النسخة. إذن الإخوان اللي كاين هو ملي تمشي دوز لافيزيت ديالك ويطبع لك الطبيب على أنك سليما معافى تستطيع سياقة المركبة على الطريق العمومية،
فشد ديك لافيزيت ديالك ديرها في جيبك وسير تخدم على راسك. هادشي اللي كاين الاخوان فيما يخص هادشي باش ما يكترش اللغط. تحياتي، اخوكم سعيد الجنيبي ديما.